السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. مبدئيا كده كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض شوية كوسة وبتنجان كده، محشي كوسة وبتنجان زي العسل كده. هنعرف مع بعض اسرار ان الكوسة ازاي ما تتكسرش منك، وان انا اقورها بكل سهولة وبساطة وتطلع معايا مظبوطة، وكمان السر تقوير البتنجان من غير ما يتفتح مني ومن غير ما ياخد مني اي وقت نهائي. وكمان هنعرف مع بعض سر صلصة المطاعم، واحلى مليون مرة بجد من بتاعة المطاعم. شوية محشي يا بنات بجد حلوين حلاوة وطعمين طعامة، وريحتهم بتقلب لك اخر الدنيا. يلا بينا بنبدأ، بس قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ولو لسه اول مره تشوفوني، انا اسمي بسمة مباشر ودي قناتي. يا ريت ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك في القناه. اول حاجه معايا، انا معايا الكوسه كده بالمقوار بتاعي، بشيل الزواد اللي موجوده معايا بالسنون بتاعه المقوار من على فوق كده خفيف خفيف. وبعد كده بقطع الراس بتاعتها من فوق، والحته الصغيره اللي موجوده من تحت كده. الكوسه من اسرارها ان هي ما تتكسرش معاكي. حطيها في التلاجة قبل ما تقوريها بيوم، وطلعيها الصبح، بس ان هي تطلع من التلاجة فتدبل معاكي، فاستحالة ان هي تتكسر منك. بيكون تقويرها سهل معاكي وبسيط خالص. وكمان اما نيجي نقورها بلاش نشيل كل اللي موجود فيها، يعني بتبقى بشيل بس الحاجات البسيطه اللي جوه اللي انا اعرف احشيها منها. اما الكوسه ما بخليهاش يعني مثلا على القشره بتاعتها من بره، لا لازم يكون فيها لحمه كده جوه عشان تبقى مسكره وتديكي سكاره. في ناس بتقول لي يا بسمه الكوسه ما بتبقاش حلوه وبتتكسر مني عشان انت بتدوس عليها في التقوير. لازم تخلي فيها لحمه كده، يعني تسيبي فيها شويه، يعني يا دوب بس انت تشيلي الزوايد اللي انت تقدري اللي انت تحشي فيها بس من جوه كده. برضو بشيل الزوايد بوش المقوار بالسنون بتاعته، يعني نظام اخربش الكوسه من بره كده، واشيل من فوق واشيل الحته اللي موجوده من تحت كده. وهعمل فتحه صغيره في الاول كده من فوق عشان خاطر ما تتكسرش مني، واطلع الحته اللي انا عملتها كده، وبعد كده اكمل تقوير عادي. وتاني برضو بلاش نشيل كل الزوايد اللي موجوده في الكوسه جوه عشان خاطر ما يبقاش طعمها، او مثلا تطلع مهريه معاكي وبيبقى طعمها برضو مش حلو. اما لازم تسيبي فيها لحمه كده من جوه، يعني انا اشيل بس اللي انا يقدر الرز يدخل فيه بس من جوه كده بالراحه كده، وانا ماسكه الكوسه ومتحكمه فيها عشان خاطر المقور ولا يخرقها منك من جوه، وكمان ان هي ما تتكسرش معاكي وتطلع مظبوطه وزي العسل زي ما احنا شايفين كده. هي كده التقوير بتاعها مظبوط وجميل جدا ومش بياخد منك اي وقت. بصوا انا مش شايلاها، مش مخلياها على الجلده من بره، انا سايبه فيها نسبه لحمه هي عشان خاطر تدي سكره للكوسه معايا. بعد ما خلصت كميه الكوسه اللي موجوده معايا، البتنجان بقى في ناس بتقول يا بسمة البتنجان بيتكسر مني وبيتقطع وانا بقوره. ان عايزه البتنجان ما يتكسرش منك ولا يتقطع منك، اديله فركه قبل ما تحشيه. يعني ادي الكوز البتنجان اهوت، انا بفركه بايدي كده على الرخامه بتاعه المطبخ او على اي حاجه انت عايزه تفركيها عادي. اديله فركه كده، يعني عشان خاطر ان البتنجان يطرى معاكي، بحيث ان البتنجان يطرى معاكي فتيجي تقوريه فالزوايد بتاعته بصي بتطلع بسهوله جدا، وكمان ما بيسودش ايدك ولا اي حاجه. للناس اللي بتقول البتنجان بيسود ايدي، ممكن تدعكي ايدك بليمونه قبل ما تقوري، استحاله ان ايدك تسود من البتنجان. بعد ما بعمله بشيل برضو الراس بتاعته كده. هاجي بقى اعمله بالمقوار بعد ما انا اديته فركه كده على الرخامه. بصوا بتطلع معاكم بطريقه سهله وبسيطه وما بياخدش معايا اي وقت. وبرضو زي الكوسه انا ما بطلعش كل اللحمه اللي موجوده فيه من جوه، انا بطلع اللي انا هقدر احشيه عشان خاطر ما يقفش برضو على الجلده بتاعته من بره ويبقى طعمه مش حلو. اما كده برضو في لحمه بصوا من جوه، وهتيجي تحشيه طري معاكي، وبرضو ما شاء الله طلع معاكي في ثانيه، ما خدش منك اي وقت. يعني بديله فركه كده على اي حاجه انت عايزه تعمليها. لما اجي امسك بقى البتنجانه في ايدي كده بلاقيها ان هي طريت معايا بالمنظر كده. بجد مش حد هيقولك على الاسرار دي نهائي كده. بعد كده هشيل بس الراس بتاعته اللي فوق ديت، وهقوره بطريقه سهله وبسيطه ومش هياخد منك اي وقت. لما بتفركي البتنجان اصلا ما بياخدش منك اي وقت في التقوير، واستحاله ان هو يتكسر منك او يتخرق منك نهائي. جربي الطريقه دي وبجد هتدعيلي باذن الله، وهتاكلي شويه محشي قسما بالله، شويه محشي حكايه كده. وكمان هنعمل له صلصه زي بتاعه المطاعم وريحتها هتجيب لك اخر الدنيا. بعد ما بخلص الكميه اللي موجوده معايا برضو، انا عايزه اوريكم برضو واحد تاني عشان خاطر الناس اللي بتقول عليه. بص انا بمسكه بيكون طري في ايدي. هخلص الكميه اللي موجوده معايا كلها،
وبقوره بكل سهوله. يعني بصوا التقوير بتاعه بيطلع معايا بطريقه سهله خالص، لانه هو طري اصلا معايا وما تفتحش معاكي نهائي. وبرده ما تقورهوش جامد، شيلي بس الزوايد بس اللي انت تعرفي تحشي فيها. بعد ما بخلص الكميه اللي موجوده معايا باخده بقى واغسله غسله كويسه كده تحت الحنفيه، عشان خاطر لو في اي زوايد مكان التقوير. وبرده بتغسليه قبل ما تيجي تقوريه، وبتغسليه غسله تانية عشان لو في اي زوايد او اي حاجه مكان ما انت شاريها بتنزل في الميه، عشان يبقى معاكي منور وبافتة كده ويبقى زي العسل. بغسل واحده بوحدتها كده عشان لو في اي زوايد موجوده من جوه كده بتنزل. وبرده بيتغسل معايا غسله كويسه عشان يبقى معايا نظيف وما تكونش فيه اي رواسب ولا اي حاجه نهائي، يبقى معايا جاهز على الحشي على طول. بعد ما بخلص الكميه بتاعتي هسيبه يتصفى عشان لو في اي ميه ولا كده يتصفى. هنيجي نعمل الصلصه بقى، وركزي معايا بقى في الصلصه بتاعه المطاعم، وده سر من اسرار المطاعم، وواحد بتاع مطاعم والله هو اللي قايل عليها. اول حاجه هجيب حله وهنزل فيها بزيت وسمنه، هنزل عليها ببصلتين او 3 بصلات لان المحشي بيحب البصل متخرطين تخريط خشن. وبعد كده هنزل عليهم بورقتين من اللورة ونص عود من القرفة وحبايتين من الحبهان من غير ما افتحهم، يتحمروا مع البصلة وشمي ريحة البصلة لما البهارات بتتحمر معاها. يد والله بتاع مطعم هو اللي قال على الطريقه دي والوصفه دي. بعد ما بتاخد اللون الذهبي كده او البني متغمقش قوي، هنزل عليها بمعجون الطماطم. بجد ريحتها بتبقى جميله. انا مش عايزه اقول لكم يا بنات ان البهارات لما بتتحمر مع البصل بيبقى طعمها عامل ازاي. بعد كده هنزل بمعلقه كبيره من الملح ونص معلقه من الكمون والفلفل الاسود والبهار المشكل ونص معلقه من السكر عشان تشيل هتحط الطماطم، واسيبها تتسبك على مهلها. بعد ما تتسبك هشيل معلقتين من الصلصه وهقول لكم عاوزها ليه. وهنزل معايا ده كيلو من الرز بعد ما غسلته غسله كويسه، وهنزل عليه بمكعب من المرقه وشويه من الكمون، وعندي كان فصين توم انا هرسيهم وشويه من الملح كده بتظبطي الملح بتاعه، وفصين التوم اللي انا هرستهم، وبصله بخرطها تخريط وسط كده او ناعم. وبعد كده هنزل عليهم بحزمه من الخضار المشكل، وهحط ده كله على النار واسيبه على النار قيمه 5 دقايق بس على النار الهاديه. هاجي بقى في الحله اللي برضو اللي انا عامله فيها الرز، هخرط بصل وجزر وطماطم وفلفل واحط شويه كمون واحطهم تحت المحشي ده. الخضار اللي بتحط تحت المحشي حط اي خضار انت عايزاه. انا حطيت بصل وطماطم وفلفل وجزر، انت عايزه اي حاجه ممكن تحط خضار برضو اللي انت عايزاه. بعد كده هجيب البتنجان هو اللي بتحشي الاول. وبرده سر من اسرار البتنجان الرز ما يطلعش منك، ما تمليش البتنجان على الاخر، يعني خلي ربعه كده فاضي عشان لما الرز بيستوي بيزيد فما يطلعش فوق ويطلع منك على المحشي ويبقى شكله مش كويس. البتنجان اللي بحشيه الاول عشان خاطر ارصه تحت، عشان البتنجان بياخد سوا عن الكوسه، وبرصه بحطه وهو واقف، ما بنومش البتنجان ولا الكوسه ولا الفلفل عشان خاطر الرز ما يطلعش منه. برضو الكوسه نفس الحوار يا حبايب قلبي، لازم ربعها كده يكون فاضي عشان الرز ما يطلعش مني، يعني مش هملاها على الاخر، لازم سيبي فيها كده نسبه فاضيه او يعني حبه فاضيين كده عشان الرز لما يستوي يبقى تزيد فيها. بعد ما بخلص البتنجان بقى بحشي الكوسه. شايفين شكل الصلصه عامله ازاي ولا ريحتها؟ بجد انا نفسي تكونوا موجودين وانتوا شامين ريحتها دلوقتي. شويه محشي كده حلوين حلاوه يعني تاكلوا صوابعكم وراها. بعد كده بجيب معلقتين الصلصه اللي انا شلتهم واحطهم على وش المحشي، والشوربه المظبوطه بتاعه المحشي استحاله ان هو يعجن منك، حط نص الحله كده محشي، يعني حط مثلا طبقين شوربه بالظبط، ده القعد المظبوط او الشوربه المظبوطه بتاعه المحشي. حطها على نار عاليه، واول ما يفور وينشف هد عليه النار وكلي احلى شويه محشي والذ شويه محشي في الدنيا. بجد شويه محشي ريحتها هتجيب لك اخر الدنيا وكله هيشكر لك فيه. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسوش تبخلوا عليا يا ريت ما تبخلوش عليا باشتراك في القناه، وتحطوا لايك للفيديو كده جميل زيكم. الهي ربنا يكبر بخاطركم يا رب. ويا ريت تجربوا الطريقه وتقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. ومع الف سلامه واشوفكم في الفيديو الجاي في رعايه الله.